اهلا بكم. 117 مليون جنيه من اصل 600 مليون جنيه تقريبا اتحاد الكرة المصري سددهم لمصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب المصرية اتحاد الكرة مديون لها بحوالي 245 مليون ضريبة اللي هي قيمة المضافة ورسوم تنمية موارد الدولة. اتحاد الكوره كان في لجان من الوزاره بتبص عليه، قالوا بيقولوا طبعا حسب موقع كايرو 24 اللي نشر الخبر، بيقولوا يعني ان معالي الوزير حذر اتحاد الكوره انه لو ما سددش هيتخذ الاجراءات القانونيه ضد. انا بقول لك اهو. تاني، حسب كايرو 24 ان الوزاره بعتت لجان لاتحاد الكوره المصري وفتشت وشافت موقفه من الضرائب المصريه اللي هو مديون ليها، مديون ليها، وقالت له لو ما سددتش هتاخذ ضدك الاجراء القانوني. مش مهم يعني، المهم ان اتحاد الكوره دفع 117 مليون جنيه. طب مين بقى اللي بيهرب من الضرايب؟ اتحاد الكوره ولا الاهلي في عقد زيزو؟ طب موقف الثانوي للضرايب، اتحاد الكوره ولا الاهلي في عقد زيزو؟ يا هربان، ده انت لسه دافع 117 مليون جنيه للضرايب. عجبت لك يا زمن.